غادي ننبهك لواحد القضيه اللي حتى واحد ما كيرد ليه البال. ملي كنحفزوا اطلاق كميات هائله من الدوبامين عن طريق سلوكيات عشوائيه، مثلا ملي كتشد التليفون ديالك وكتشوف شي فيديو كيعجبك الدوبامين كيطلع، وملي كدوز لحاجه اخرى كتبغي ديرها من موراه ما كيتحرك فيك والو، بل كتلقى الاهتمام ما عندكش، اهتمام منعدم. وكون درتي هذه الحاجه الثانيه هي الاولى كون طارت الاهتمام ديالك وكون درتيها بسهوله. وباش تفهم مزيان علاش كيوقع هذا الشيء، نسبه الاهتمام ديالك بواحد الشيء عنده علاقه بنسبه الدوبامين الاساسي اللي كتكون عندك في الدم في ديك اللحظه فاش كتبغي دير ديك الحاجه. وهذه الكميه ديال الدوبامين كتكون قليله بزاف من بعد كل ذروه. داك الشيء علاش كتحس براسك ما كتبقى باغي دير حتى شي حاجه من مورا ما كتكونش ديري التليفون بزاف، او شفتي شي فيديو اباحي، او درتي شي سلوك اللي كيرفع نسبه الدوبامين للذروه. وإلا بقيتي كتعاود نفس السلوك بطريقه متواصله فراك ما غاديش تخلي نسبه الدوبامين ديالك ترجع للمستوى ديالها الطبيعي، وغادي تستنزف الخلايا المنتجه للدوبامين، ومع الوقت المستوى الطبيعي غادي يبقى غادي وكينقص معاه الشعور ديالك بالمتعه، وما غاديش تبقى عندك الرغبه دير حتى شي حاجه. وهذه القضيه راه مهمه بزاف وخاصك تركز معها مزيان، حيت الا فهمتيها غادي تولي عارف كيفاش تتعامل مع الدوبامين ديالك وتحافظ عليه لاقصى درجه باش يبقى عندك الدافع والرغبه باش تحقق اي انجاز، او بالاحرى باش تعيش هذه الحياه.